بسم الله، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم كامل خوتي واخواتاتي معي في هذه لا فيديو. ان شاء الله تنال اعجابكم يوم اخر في هذه الايام المباركه وفكره اخرى ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. تقبل الله يا ربي، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في هذه الايام المباركه. اليوم جبت لكم خواتاتي رولي بطاطا وكيفاش ينجح معاك وكيفاش زعما الحشو ما يخرج. بسم الله على بركه الله. جيبي ورق الطهي والسني اللي يروح للكوشه يعني ودهنيه بالزيت هكا تتفاداي باش ما يلصقلكش. نجيب هذيك البطاطا اللي قليناها دوائر ونستفوها يعني ماشي حدا بعضها، نقولوا ردفي فوقها راكم تشوفوا في الطريقه، وتصيبي فراغ منو من هذوك اللي يقعدوا صغار. عمري الفراغ بيهم. نشكركم الشيرات على تعليقاتكم الرائعة والمحفزة. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع يا رب. هنا 3 حبات تاع البيض، رشة تاع الملح ورشة تاع الفلفل الأسود، ونديروها من الفوق. وراني مشعلة الفرن، لازم تشعلوا الفرن مسبقا ما غاديش يشد. وزعوا كامل على الحواف والوسط، سورتو الوسط هو اللي الأهم كي تولي ترولي باش ما يتفركتش غير بالعقل. ونوزعوا كامل هذاك البيض، نديروه في الكوشه يعني قد اللي يشف هذاك البيض وخلاص، هو ما يشدش ويدي شويه حموريه باش يجينا بنين. فهمتوني الشيرات؟ ما تنساوناش نتوما بجيم لا فيديو وتعليق محفز. ربي يحفظكم الشيرات، واللي قالت ليش كلمه في هذه العواشر ربي يحفظها ولكن بالمثل حبيبتي. هنا عندي نصف صدر تاع دجاج، عندي 2 مغارف كبار تاع الزيت. نبدا نقلي في هذاك النصف، ولا اللي بدير فيونداشي دير كل وحده ودير على حسب مقدورها والشي اللي كاين في الدار. الجود بالموجود، المهم الصحه والهنايا الشيرات. ملكش كطريق اللي جات كما جات كليت. كي نبدا نقلي حاولوا تفركتوه باش ما يديرش كتله. 2 فصوص تاع الثوم، حبه تاع البصل راهي هنايا مرحيه فوالا في الاشواق. الدجاج يبغي شويه توابل، الملح، الحرور، شويه راس الحامض، غير شويه فلفل الكحل اللي يبنن، الكاري تاع الدجاج باه يجينا الدجاج تاعنا بنين. نعرفوا لا فيونداشي ما تبغيش بزاف التوابل باسكو اللحم بنين، لكن الدجاج يبغي التوابل. مغرف صغيره تاع الموطارد اللي تزيدوا بنه على بنه، وبقاي تقلبي في هذاك الخليط تاعك حتى يتقلى معاك. في الاخير هذا الجبن لازم ديريه 2 مغارف كبار تاع الجبن الابيض، اي جبن عندك باش الحشو يتلم لك. يعني كي تقسمي الرولي ولا كي يجوا ياكلوه هذاك الحشو ما يخرجش منه ولا زعما يديرونجي في الماكله. فهمتوني الشيرات؟ هنا بعد ما نشوف معايا هذاك البيض نجيبوا ذاك الحشو ونديروه. هذه بنتي هي اللي طيب. مادام فاكونس دخلوا بنيتكم باش يدوا افكار وعلموهم ولفوهم الكوزينه وحبوهم في الطياب والكوزينه اللي قيبوا الشيء اللي راهم يخدموا فيه باش يتقنوه. الحاجه كي تبغيها تتقنيه. ورانا موجدين العجينه تاع السوفلي على جهه، راني درتها معكم شحال من خطره. ركزوا شوفوا الحشو كيف الحواف ايفيتيهم، يعني ركزي على الوسط. راكم تشوفوا هنا جبنا الجبن تاع الساندويش ونبدا الرولي هو ثاني كي شغل كيما الكولا يجي بزاف بزاف بنين. وحده قالت لي اول مره نشوف، انا حسبته يديروا في الهامبرغر الساندويش، انا درت فيه شحال من وصفه. بالعكس انا يعجبني وتعجبني بنته ويدوب يمد واحد المذاق. راكم تشوفوا كيفاش رانا الرولو فيه وضغطي بيان 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 فاسي. دوك نقلع لك من ورق الطهي هذاك الزيت اللي دهنتيه في الاول. شوفوا ها ما يلصق لك ما ولا. شوفوا كي جا حمر والشباب الله انا شعلته شويه من تحت وزدت له من الفوق. دونك شنو ندير شويه تاع الجبن الابيض. دونك خلي الفرن مشعول ويكون حامي، ما تطفيهش، يكون غير من الفوق مشعول. شويه جبن تاع مبشور ونديروا شويه تاع القزبر ونرجعوه يدوب هذاك غير قيس. ما نشوفوا كيفاش مدلنا هذاك المنظر الشباب وداب والبنايه شيرات ما نحكي لكمش. قدمناها بالطاجين تاع الزيتون كل مره وكيفاه. وراني درت معكم الطاجين، شوفوا كي ذاب في الوسط هذاك الجبن والمذاق روعه روعه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات، راهم بسيطه واني نتعامل مع الطبقه البسيطه. واللي عجبتها القناه تتفضل اختي ودير لنا اشتراك وتفعل زر الجرس بالحكا كامل جديد على هذا التعب. ما نستاهلوش غير جيم او تعليق. ربي يحفظكم الشيرات ويخليكم. شوفوا راني نوري قبل كي قسمناه وريت لكم كيفاش باش تشوفوا كيفاش جا قبل ما نقدموه. راكم تشوفوا جا ما شاء الله
يعني والبنه روعه، غادي يحمر لك وجهك قدام العائله تاعك. زيني الطاوله بابسط الاشياء وزينيها، صدقيني زعما كيقولوا من حب نديرو قبه يعني. وديري شكين في دارك، ما تشوفي لحتى واحد تشردي. انا راني نعطيكم فكره، افكار فقط، طبقيها. ما قدرتيش تطبقيها ديريها في راسك، تجيك ضيفه ولا تحمري وجهك امامها. هاو السفلي تاعنا راه واجد بعجينه ما شاء الله خفيفه. حشو كذلك تاني درته بسيط بالخضار، انا باش ياكلوا لي الخضار، نصف صدر دجاج، جزر رابيل، كورجيت مرابيه يعني. ونتبل بصل ثوم يجيب، والجبن دائما حاضر في كل محضر يحضر، هذه حاجه باينه. يزيد البنه اعلى بنه. في الاخير نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم. الى فيديو اخر، سلام خياتي، سلام.